أنا اكتشفت ظاهرة معقدة وجريئة حبتين عن البنات اللي بتسافر تشتغل بره بلدها، وبتقول لأهلها إنهم بيشتغلوا في شركات انترناشونال، شركات كبيرة، بيقبضوا مرتب كبير، بيقبضوا بالدولار. ولكن البعض منهم أو الأغلب منهم بيكونوا عكس كده تماما، يعني بيشتغلوا في شغل مشبوه، علاقات غير شرعية مقابل المادة، شركات بتستغل أو بتشغل البنات تحت مسمى محترم، يعني بين قوسين كده، يعني دعارة مغلفة بالشيكة. طبعا في أسباب كتير قوي قوي إن البنات دي تمشي في الطريق ده: الفقر، الطمع، قلة الوعي والتربية، حاجات، أسباب كتير قوي يعني. كمان الربح السهل والربح السريع بقى دلوقتي بيخلي الناس كتير قوي يعني تتجه لطريق غير مشروع للأسف يعني. لكن السؤال هنا مهم جدا جدا: هل بيتم الكشف على البنات دي لما بترجع بلدها؟ لأن أكيد هما بيكونوا مصابين بأمراض جنسية يعني خطيرة جدا ومعدية، بالإضافة كمان إنهم لما بيرجعوا بيسحبوا وراهم بنات تانية عشان يمشوا زيهم في طريق الضياع والانحراف والمرض.